وش محمد وهبي بدا يجهز المنتخب المغربي بخطة ذكية قبل كأس العالم؟ حسب آخر الأخبار أسود الأطلس غادي يواجهوا بوروندي يوم 26 ماي في الرباط، مباراة ينتظر أنها تكون بدون جمهور لاختبار الجاهزية قبل السفر لأمريكا. وباش نفهموا مزيان، بوروندي منتخب من شرق إفريقيا، ماشي من المنتخبات الكبيرة، ولكن مواجهة بحال هذه كتكون مهمة باش المدرب يختبر اللاعبين الانسجام واللياقة قبل المباريات الأقوى. بوروندي ماشي خصم كبير، ولكن هذه المباراة تقدر تكشف شكون واجد وشكون باقي خاصو يخدم قبل المونديال. ومن بعد كاينة ودية ثانية يوم 2 يونيو، ومازال الخصم ما تحسمش نهائيا، وما بين الأسماء المطروحة مدغشقر أو غينيا بيساو. لكن الاختبار الحقيقي غادي يكون يوم 7 يونيو في أمريكا أمام منتخب النرويج على ملعب سبورتس إلستريتد ستاديوم في نيو جيرسي حسب بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وهنا السؤال الكبير، واش وهبي بغى يبدأ بخصم إفريقي متوسط ومن بعد يرفع المستوى أمام النرويج قبل المونديال؟ برأيك واش هذا البرنامج كافي باش نشوفوا منتخب مغربي مرعب في المونديال؟ اكتب رأيك في التعليقات وما تنساش الاشتراك في قناة الكرة المغربية 360.